في زيارة الدكتور عادل مكاوي. النهارده اليوم القافلة الطبية اللي بتحصل الخميس كل شهر، هو مثل وقدوة احنا بنقتدي بيه في بالقاس. وجينا برضو نقول له ان هو زي ما حضرته بيقدم خدمة علاجية وخدمة متكاملة للمريض السكر والقدم السكري، عايزين نسمع منه كلمة والهدف من القافلة والشغل القافلة يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الهدف الأساسي من قوافل خاصة بالسكر بالذات، مريض السكر دايما بنقول، ومريض القدم السكري خاصة. مريض القدم السكري لو مليونير وبيعالج نفسه على حسابه هيفتقر. مكلف جدا الموضوع بتاع العلاج الوقاية والعلاج بتاع القدم السكري، مكلف جدا لدرجة ان لو مليونير هيفتقر. عشان كده لازم هو محتاج مساعدة ومحتاج تعاطف، بحيث ان المشاكل بتاعة السكر معاه ما تسببش مضاعفات توصل للإعاقة، والمشاكل بتاعة الإعاقة دي تنتهي بمشاكل لا علاج لها. احنا بنحاول نركز في القوافل المجانية دي نوصل رسالة التثقيف الصحي للمريض الخاص بالقدم السكري عشان ما يوصلش لمشاكل لا نستطيع علاجها. يعني حضرتك بتأهله ان هو لو شاف مثلا خدش، شاف جرح زايد في ألم في اي حاجة، قبل ما الحاجة تضعف وتكتر في انتشارها، حضرتك بتأهله ان هو يقدر يتغلب عليها، وبكده بيفقد يعني بيبقى راحته النفسية، وبيبقى ان هو برضه قدر يعيش ساعات اكتر او بتحيي حياته. النهارده يا دكتور طبعا ده حاجة كويسة ان فعلا مريض السكر يبقى عنده ثقافة ان هو يفوق لنفسه، او ان هو من الثقافات اللي حضرتك عايز تقدمها للشارع بالقاسي ايه؟ هي دي النقطة المهمة جدا اللي هي المبدأ القديم الجديد المستمر اللي هو الوقاية خير من العلاج. فلو مريض السكر عرف ان القدم بتاعته هتبقى مصدر مشاكل ليه، هيبدأ يحافظ عليها. طب يحافظ عليها ازاي وهو امكانياته المادية ضعيفة؟ بالقوافل دي بنسمح له بان احنا نوصل له تثقيف صحي، بنعمل له كتيب للمعلومات ديت بننقلها له. هات الكتيب يا دكتور. بننقل له المعلومة دي، كل مريض بيكشف بنديله الكتيب ونقول له ازاي يحافظ على رجله من اول الووش او الغسيل والتنظيف لقص الضوافر لاختيار الحذاء من قبل ما يحصل له اي مشاكل. بنلاقي يعني ده نموذج للكتيب اهوت. وحضرتك طبعا بتطبعه من معاك ده كل مريض بيكشف في العياده عياده القدم السكري على مستوى مصر، يعني في بورسعيد، وفي دمياط، وفي المنصورة، وفي هنا في بالقاس، وفي انتشار للعيادات القدم السكري في الفترة الجاية. ممكن هتوصل لغاية حوالي 22 عيادة عن طريق مجموعة كيور كلينيك دي دخلت العناية بالقدم السكري في الخدمات بتاعتها، على أساس برضو نرجع نقول إن الوقاية خير من العلاج، لأن العلاج صعب جدا ومعجز. لو شفنا الإحصاءات بتاعت الدول الأجنبية أو الأوروبية والأمريكية في الموضوع ده، يقول لك إن مريض القدم السكري ده أكتر مريض بيشغل المستشفيات ويكلف المستشفيات ويكلف الدولة لغاية الأعضاء، البتر والأجهزة التعويضية، وكل دي عبء على الدولة. فممكن الكلام ده كله نتحاشاه بإيه؟ بالتثقيف الصحي ببساطة خالص. ازاي يغسل رجليه ما تبقاش ميه باردة ولا ميه سخنة أوي، ازاي الضوافر تتقص، ازاي يختار الحذاء بتاعه، ازاي يلبس شراب ووصفات معينة، ما يبقاش الاستيك بتاعه ضيق، ما يبقاش مادة غير القطن. حاجات بسيطة جدا بتدخل في مشاكل
مشاكل لا نستطيع بعد كده حلها. حلها. وهو ده اللي المفروض ان كل مكان يبقى عنده الكتاب ده، لان ما فيش اي بيت في مصر خالي من السكر. بالظبط بالظبط. ونسبة انتشاره اكتر، بتهيألي اكتر مرض مزمن هو في العالم كله، بتهيألي إذا السكر. كنت عايزة حضرتك إحصاء في الكتاب ده، في إحصاء بتقول إن مصر فيها حوالي 15 مليون قدم سكري الآن. 15 مليون. 15 مليون، يعني مرضى السكر بيوصلوا أكتر من 15 مليون. لو عرفنا القدم السكري هي قدم مريض السكر. فالنقطة دي مهمة جدا إن احنا نعرف إن ده عدد كبير جدا ومكلف. مع كتاب اهوت، ده جزء من الكتاب الدكتور طبعا عامله باسمه لتأهيل مرضى السكر ان هم يعرفوا او عندهم ارشادات بالقدم السكري، او يبقى عندهم معلومة متكاملة بحيث ان هو يبقى طبيب نفسه لما الطبيب ما يبقاش موجود. صح؟ بالظبط. طب تحب تقول ايه يا دكتور النهارده، وحضرتك كل شهر عندك نفس الناس ومعظم الناس واكتر منهم، وكل واحد بيقول للتاني لحد ما الموضوع بينتشر، وبيبقى ساعات بيبقى عند حضرتك العدد اكبر واكبر كل شهر غير التاني، تقول ايه النهارده؟ هو اولا ربنا يعافي الناس جميعا وما يا رب. يحرمش اللي احنا بنعاني منه امام المرضى دول. بنقول تاني، مرض السكر مرض بسيط في بدايته، لكن عنيف جدا في مضاعفاته، عنيف جدا. يعني مش القدم بس بقى، دايما بنقول لطلاب العلم عندنا لهم خلي بالك ان السكر لو وصل مضاعفاته للقدم معناه انه مسك الجسم كله. يعني مريض القدم السكري بالتحديد هو اللي المضاعفات بتاعته دي اخر محطة مضاعفات، دي اخر محطة كده يعني. المضاعفات عدت، يعني في ناس كتير عندها السكر بس بتهيألي ما عندهاش شرايين الدماغ والعينين والقلب والكلى يعني دي المرحلة النهائية لمريض السكر. مضاعفات لرجليه يبقى الكلام ده عدى، تلاقيه جاي يقول ده عينيا الشبكية فيها كذا، ده انا دماغي حصل لي فيه كذا. واخد بال حضرتك؟ فندعو الله ان يشفي كل مريض، والناس تعرف ان الوقاية خير من العلاج. الحاجات البسيطة الابتدائية اللي احنا بنتكلم فيها دي بتوفر علينا مبالغ طائلة وعطلة للمريض بتاع القدم السكري، والله هو الشافي بإذن الله. ومستشفيات مصر كلها بتدي العلاج لكل الأمراض إلا القدم السكري، لأنه مكلف على الدولة ومكلف على المريض نفسه. ده مكلف، وللأسف المريض القدم السكري إلى الآن بيعامل معاملة سيئة جدا في معظم العيادات الخاصة والعامة. يعني بروح ريحتها عزك الله مش كويسة، فتلاقيه يدخل عيادة الدكتور يبقى متضايق أو متضرر، يقول له روح، يقول له تحول المستشفى ولا غيره. روشتته غالية ما يقدرش يجيبها. قرارات العلاج صعبة جدا، اللي هي زي البتر مشكلة كبيرة. وعشان كده بنقول ان ربنا يسر لنا. سنة 2006 عملنا جمعية اسمها الجمعية المصرية للقدم السكري. عملناها مقرها في المنصورة، ورئيسة الجمعية الأستاذة الدكتورة حنان سطوحي جويش. ايه الغرض من الجمعية دي؟ ولها مؤتمر سنوي واجتماعات علمية دورية. ايه الغرض من الجمعية دي؟ هو ان مريض القدم السكري يبقى له مكان واحد يتعالج فيه، ما يلفش على عيادات، يروح للجراحة يقول له روح للسكر، يقول له روح للعظم. وبقى كذا تخصص الوقت، جهاز هضمي، سكر، لا أوعية دموية. أوعية دموية. الكلام ده كله علاجه ان عملنا الجمعية دي بحيث ان عيادة القدم السكري دي تبقى كل التخصصات جاية في خدمة المريض ده، بدل ما يلف على العيادات يبقى فعلا. يعني انا اساسا تخصصي جراحة تجميل. احنا يعني احتسبناها عند الله ودخلنا المجال ده على خدمة لمريض القدم السكري.
شغلنا بتاع التجميل شغال، لكن العياده دهيت بنيجي مع دكتور الاوعيه الدمويه ودكتور الاعصاب ودكتور السكر في خدمه مريض القدم السكري. وده شيء جميل طبعا اللي بالقاس. التجمع والتخصص ده مهم جدا، ان المريض يلاقي خدمته في مكان واحد. ودي دعوة من بالقاس والأهل بالقاس من الدكتور عادل مكاوي، ممرضة صح؟ تقولي ايه النهارده وانت شايفة دكتور القدوة وبتشتغلي تحت راية حد فعلا محب للمهنة وعايز يساعد الناس؟ ده واجبنا يعني، لازم نراعي كل مريض ونقف جنبه ونعامله كويس، لأنه بيمر بحالة صحية مش كويسة. والحمد لله. بتقولي ايه كريم؟ تقولي ايه؟ انا طبعا بحب ادي دايما نصايح لمريض القدم السكري، ازاي يهتم بالقدمين وكده. طبعا اول حاجه لازم مريض السكر يفحص رجله كل يوم عن طريق مرايه، ممكن يستعين بمرايه، ممكن اي حد يفحص له رجليه، بيشوف بين صوابعه وبعضها اذا كان في فطريات ولا حاجه. اللهم صل على النبي. برضك مريض السكر لازم يكون لابس جزمه طبيه، احذيه طبيه خاصه بمريض السكر. 1000 جنيه جايباها يا كريم. ما في اغلى من كده. خاصه بمريض السكر تكون مقفوله من قدام ضد الصدمات، ما يبقاش يعني ضد الصدمات، ما يبقاش لابس لما اخد الشبشب مفتوح، ممكن يتخبط في اي حاجه من غير ما يحس، خاصه ان مريض السكر بيفقد الاحساس برجليه على المدى الطويل. بالتالي برضك ما يمشيش حافي في البيت، لان زي ما قلت برضك دلوقتي ان مريض السكر بيفقد احساسه بالقدم او بعض اجزاء من جسمه لما يكون السكر عنده لمده طويله يعني. فعليه برضك ان هو ما يمشيش حافي عشان ما ينجرحش من غير ما يحس. عليه برضك ان هو اللهم صل على النبي يزور الدكتور العنايه بالقدم السكري كل فتره، عشان في حاجات فحص بالدوبلكس بالنسبه للشرايين او الاوعيه الدمويه وكده. برضك عليه ان هو يعمل كنترول على السكر، وان هو برضك يمشي حتى لو نص ساعه كل يوم كل يوم. من خلال طبعا بيتجنب طبعا دي حاجات، وفي حاجات كتيره يعني. انت مستعجله ليه؟ من خلال برنامجنا انا سعيده بك يا كريمه، وسعيده فعلا ان احنا من خلال بالقاس واهل بالقاس نقدر نقدم خدمه متكامله لاهالينا وناسنا اللي احنا عايشين في وسطهم. الدكتور عادل مكاوي ان هو عامل القافله دي كل شهر كل يوم خميس، وده عاملها مجانيه يعني، خدمه من الاهل بالقاس يعني، كمساعده كعون. ربنا يجعله ان شاء الله عون وسند وفي ميزان حسنات لكل محتاج. وانا من هنا برضك يعني بطالب وبقول برضك لاخواتي الدكاتره اللي هم في جميع التخصصات يعملوا نفس النظام، يعني برضك يبقى عندهم رأفة شويه واحساس بالمريض، خاصه المريض اللي هو مش يعني ما معهوش فلوس، ما معهوش حق الفيزيتا بتاعه الكشف كده يعني. ولو كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. من خلال برنامجنا شكرت الممرضه والف شكر، وشكرت كريمه. وتقولي حاجه يا دكتوره؟ والله احنا هنا الحمد لله في القافله الطبيه بنيجي كل خميس. ما شاء الله ما شاء الله، الرعايه حلوه قوي للمرضى. عرفينا بقى الدكتوره مين؟ لا مفيش دكتوره، تبقي في بس دلوقتي. تمام. طب قولي لنا كملي. المونتاج؟ لا كملي لنا. احنا بنيجي نساعد الدكتور لوجه الله تعالى، بنيجي نساعده في الحالات دي. فانا شايفه اهتمام الدكتور، وشايفه ان هو العلاج مجاني والتحاليل مجاني. اي حاجه بتحتاج رعايه الدكتور ما بيأخرش نفسه ابدا معاهم يعني. ما شاء الله عليه في جانب للخير، وربنا يجعله في ميزان حسناته. اللهم امين. يجعل بالقاس كلها في ميزان حسناتها الخير يا رب.